السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حبايبي واخواتي وحشتوني جدا جدا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. مبدئيا كده انا حابة اعتذر عن تأخيري في تنزيل الفيديوهات الفترة اللي فاتت دي كلها، والله غصب عني، معلش، كانت فترة صعبة شوية عليا صحيا كده وشوية مشاكل يعني، والحمد لله عدت على خير. طبعا بشكر حبايبي واخواتي اللي دخلوا لي على الخاص وسألوا عني الفترة اللي فاتت دي، فينك ما بتنزليش ليه فيديوهات زي الأول؟ والحمد لله والله ولولا فضل ربنا عدت على خير. وحبايبي بشكرهم تاني وبقول لهم على دماغي من فوق والله كل اللي دخل وسأل عني الفترة اللي فاتت دي، وبفضل الله الحمد لله رجعت طبعا تاني عشان حبايبي اللي سألوا عني ووقفوا جنبي، وبشكرهم جدا، بشكرهم كتير والله، بقول لهم انتوا اخواتي وكمان اكتر يعني، الحمد لله. الفترة الجاية دي يا جماعة الفيديوهات اللي احنا ما عملناهاش ان شاء الله كل ده هنعوضه الفترة الجاية، هننزل فيديوهات حلوة كتير وفيديوهات على قد ايدينا طبعا، عشان الازمة اللي بتمر بيها البلد كلها مش حد معين. طبعا في غلاء اسعار وحاجات كده، الحمد لله ربنا يعدينا منها على خير ويعدينا من الهم او الكرب او الحاجات اللي احنا بنشوفها الايام دي بسبب غلو الاسعار واللي بقت صعبة قوي على كل بيت، فربنا يعدينا منها على خير ان شاء الله بقى. عشان غلاء الاسعار ده هنعمل اكلات حلوه قوي على قد ايدينا الفتره الجايه دي، فيديوهات كلها ايه، مش هتبقى يعني في العالي، يعني هتبقى حاجات حلوه كده لكل بيت يقدر يعملها ان شاء الله. بقى النهارده نخش في الفيديو بتاعنا كده على طول، نشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده، وانتظرونا الفتره الجايه. عايزاكم بقى الفيديوهات تتابعوها الفتره الجايه كلها، عشان هنعمل حاجات هاديه كده بأقل التكاليف زي ما بيقولوا، حاجات كده على قدنا وهتشبع ولادنا وهتبسطهم وهتبقى زي الفل ان شاء الله. حبايب قلبي بعتذر لكم تاني على تاخيري الفتره اللي فاتت وعدم وجودي في القناه، معلش والله كان غصب عني. يلا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ده. طبعا انتوا شايفين المكونات دي ايه، واخدين بالكم ولا لسه؟ احنا هنا حاطين جبنه طبعا، وحاطين دقيق، وحاطين طماطم زي ما انتوا شايفين كده، والحاجات الخضروات دي. هنعمل ايه بقى؟ اكيد انتوا خمنتوا، زيتون بقى ولانشون والكلام ده كله، يبقى اكيد بيتزا اقتصاديه، لا لحمه ولا فراخ ولا الحاجات دي كلها، بنحبها كلنا ما بيختلفش عليها اتنين، ولا كبير ولا صغير، كلنا بنحب البيتزا مفيش نقاش، تمام. فهنشوف النهارده طبعا البيتزا بتاعتنا دي هنعملها ازاي. نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ونسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، ويلا على طول على الفيديو عشان نشوف مكونات البيتزا ايه النهارده. نقول الاول مكونات العجينه، بسم الله طبعا، لازم كده نصلي على الرسول ونسمي بسم الله عشان ربنا يبارك لنا يا جماعه في الحاجه اللي احنا بنعملها وفي لقمتنا وفي حياتنا كلها ان شاء الله. معانا ايه النهارده مكونات للعجينه؟ معانا كيلو من الدقيق، ومعانا كمان الخميره بتاعتنا دي، معلقتين من خميره ممسوحين مش مليانين قوي، ومعايا هنا نص كوبايه من الزيت اللي هي بتاعت الشاي دي، ومعايا هنا نص معلقه من الملح، نص معلقه صغيره يعني، ومعايا هنا معلقه ونص من السكر، ومعايا كيس لبن اللي هو البودر عشان هنعوزه للعجينه، تمام. ومعايا كمان هنا ميه دافيه للعجن، ومعايا بيضه. هنقول بقى هنا المكونات بتاعه التزيين او بتاعه الحشوه بتاعه البيتزا. معايا هنا طماطم مكعبات مقطعه حتت صغيره، وكمان فلفل رومي مقطعه حتت صغيره، ولو عايزينه حامي او فلفل حامي يديكوا يعني طعم السبايسي ده شويه، يبقى ممكن تحطوا قرنين اللي هو الفلفل الحامي اللي هو الشطه يعني. ومعايا هنا بصله مقطعه حتت صغيره كده زي ما انتم شايفين، عشان هناخد منها اللي حابب كده في البيتزا بصل هيحط لها شويه. ومعايا هنا زيتون من الاسمر، الزيتون موجود عندنا اسمر اخضر، انا عندي هنا زيتون اسمر. وكمان عشان طبعا البيتزا النهارده اقتصاديه، كان عندي كده كام حته لانشون في التلاجة قلت هعملهم بيها ونفرح ولادنا ونبسطهم، تمام. ومعايا هنا بقى الجبنه بتاعتي اللي هنحشي بيها، معايا الجبنه الميكس، ميكس جبن، وكمان معايا الجبنه موتزاريلا. يلا بقى حبايبي نشوف هنعمل ايه، نحط الدقيق في العجانه ونشوف هنعمل ايه. بسم الله، صلوا على الرسول كده يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي كده فضينا خلاص الدقيق بتاعنا في العجانه، هنحط عليه الملح وكمان السكر وكمان الخميره واللبن البودر بتاعنا، تمام كده. هننزل بقى كده العجان
شغله على سرعه اولى عشان يقلب المكونات كلها مع بعض. تقليبه بسيطه كده بس على طول، وهنحط الزيت كده بقى. ننزل بالزيت بتاعنا اللي هو نص كوبايه. تقلبوا شويه مع بعض، وبعدين على طول هننزل بالبيضه كده بقى. تقلبوا شويه مع بعض، ننزل على طول بالبيضه بتاعتنا. تقليبه كده، وعلى طول بقى نحط الميه للعجن. طبعا يا جماعه لو ما عندناش العجان هنعجن بايدينا عادي جدا، مفيش اي مشاكل. هنا بقى الميه بتاعتي اللي هنعجن بيها، عشان احنا في الشتاء طبعا هتبقى الميه دافيه. لو في الصيف هنعجن باي ميه عادي من الحنفيه عادي دافيه عادي، بس طبعا يستحسن في الشتاء الميه تكون دافيه. في الصيف بقى عادي طبعا، انتوا عارفين بيبقى الجو حر كده كده. ننزل بالميه بقى واحده واحده. هننزل بالميه بقى واحده واحده. بتعجن كده مع نفسها. هنا يا جماعه كده بنزل بالميه حبه حبه، ما بنزلش بالميه كلها عشان العجينه ما تبقاش ايه سايبه معايا. حبه حبه كده اهو ننزل فيها بالطريقه دي. لحد ما نلاقيها ايه، لحد ما نلاقيها عملت معانا عجينه حلوه كده متماسكه، وفي نفس الوقت ما تكونش بتلزق في ايدينا. شويه ميه كمان. نعلي السرعه بقى بتاع العجان. زي ما انتم شايفين هنا، بصوا بقى العجينه بدات تسيب الحروف بتاعه العجان. هوريها لكم عشان تبقى واضحه اكتر اهي. شايفين انتوا هنا الجوانب بتاعه العجانه بدات تنضف ازاي، والعجينه بتاعتنا بدات اهي. شايفين؟ بس لسه طبعا شويه عليها، سيبها تكمل. كده يا جماعه خلاص، كده يا جماعه خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي. نعمت كده وبقت جميله، مش بتلزق في الايد، وفي نفس الوقت طريه وحلوه ولينه كده قدامك، تقدري تستخدميها وتشكليها. هنروح دلوقتي بقى نعين العجين بتاعنا ده. طلعه بس كده بره العجان. دلوقتي كده خلاص يا جماعه عجناها اهو. دي شكل العجينه بتاعتنا. نطلعها من العجانه زي ما انتم شايفين كده اهي. هنجيب بقى في البوله بتاعتنا دي شويه زيت. بالشكل ده كده في الجناب كله. وادي العجينه بتاعتنا. نعرف ان هي جاهزه ازاي لما نلاقيها ملسه كده اهي وناعمه معانا. شايفين كده العجينه جهزت معايا اهي. نحطها تخمر. هتخمر قد ايه معايا؟ من نص ساعه لساعه الا ربع، عشان احنا في شتاء. دلوقتي بقى هنسيبها تخمر في البوله كده، بس طبعا نغطيها ببلاستيك ريب او بلاستيك فيلم ده اهو، بتاع الاطباق الفيل اللي احنا بنخزنها دايما في الفريزر مع بعض، والحاجات اللي بنشيلها في التلاجة اهو. نحط بقى فوقيها كمان فوطه كده او اي حاجه. هاتي يا بابا، شكرا يا حبيبتي. ادي الفوطه بتاعتنا اهي، وهنسيبها تخمر بالشكل ده كده. هنسيبها قد ايه؟ هنسيبها حوالي ساعه الا ربع، عشان احنا في شتاء طبعا، يعني ممكن كمان تاخد معانا ساعه على حسب الجو يعني معانا. هنشيلها دلوقتي بقى تخمر، ونروح نعمل ايه؟
هنروح نعمل الصلصه بتاعت البيتزا اللي احنا هنعملها النهارده. مش هنجيبها جاهزه طبعا، ولا هنجيب الكاتشب ولا الصلصه العلب، لان مش بتبقى حلوه قوي الحقيقه زي اللي بنعملها في البيت. هنشوف المكونات بتاعتنا. ركننا احنا دلوقتي دي كده تخمر، ونشوف الصلصه بتاعتنا هنعملها بايه. طيب الصلصه بتاعتنا النهارده، الصلصه بتاع البيتزا هنعوز لها ايه؟ هنعوز ليها طماطم مكعبات زي كده، وهنعوز كمان حتت بصل وحتت توم. انا هنا في فصين توم كده مقطعاهم حتت صغيره، هما يتهروا طبعا مع بعض على النار. هجيب بقى ربع كوبايه ميه كده احطها عليها اهي، بس مش هنكتر لان احنا ايه، هي هتنزل كمان سوائل يعني. انا هسيبها تغلي كده مع بعضها على النار تستوي، عشان بعد كده نطحنها في الكبه ونشوف بقى هتبقى شكلها ايه معانا. نروح نحطها على النار دلوقتي، ولما تستوي وكمان العجينه تخمر نرجع مع بعض تاني. دلوقتي كده خلاص اهو الطماطم بتاعتنا والبصل والثوم اتهروا كده زي ما انتم شايفين على النار اهو. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هحط بقى المكونات عليهم. خليتهم طبعا بردوا خالص عشان لما اضربهم على الكبه ما يأثروش معايا في الكبه. دلوقتي هنا معايا معلقه صغيره كده من الزعتر، كمان معلقه صغيره من الثوم البودر، وهنا بقى برضو معلقه زيها من البصل البودر. هجيب شويه من الملح، شويه فلفل اسود كده، وشويه كمان من الملح. كل الحاجات دي بقى هجيب الكبه واحطها فيها ونضربها. بعد ما اطحنها كويس هرجع لكم تاني. بالشكل ده كده خلاص طحناهم اهو، شايفين ده شكل الطماطم اللي احنا عملناها بالبصل دي. يا جماعه الصلصه الاصليه بتاع البيتزا اهي، عملناها في البيت سهل خالص، وما عملتش ولا كلفتنا اي حاجه. حبتين طماطم وبصلايه فصين توم، وبعد كده بعد ما استووا حطينا لهم معلقه زعتر، معلقه توم بودر، معلقه بصل بودر، وشويه ملح وشويه فلفل اسود، واتضربوا بقوا جاهزين معانا اهو. دلوقتي بقى كده احط لهم شويه زيت صغيرين اهو، ادي معلقتين 3 كده، وهقلبهم. شايفين جميله جدا ما شاء الله. كده الصلصه جاهزه معايا، والعجينه كمان جاهزه معايا. اللي باقي دلوقتي هنفردها عشان ندخلها الفرن. يلا بقى نشوف اخبار العجينه ايه. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه رايكم بقى؟ بصوا خمرت اهي ما شاء الله، وتضاعف حجمها. دلوقتي بقى على طول هي خدت معايا كده ساعه الا ربع بالظبط. زي ما قلنا احنا في شتاء، لو في الصيف ممكن تاخد معاكم ربع ساعه نص ساعه وتعلى وتكبر بالطريقه دي اهي. هطلع بقى الخمر بتاعها كده اهو بالشكل ده. طيب دلوقتي انا هاخد ده كيلو دقيق، هعمله كام واحده؟ هعمل منه 2 كبار تمام، واحده باللانشون وواحده بالميكس جبن والخضروات، والباقي بقى هنعمله ايه بالخضروات كده، اللي هو ميني بيتزا، يعني بيتزا صغيره اللي هي بقى على قد الاطفال، يعني الطفل ياخد واحده يخلصها كلها، بدل ما نبقى كبير بس لا هنعمل كمان اللي هو الصغير كده بيفرحوا بيه الاطفال جدا. هنقطع بقى دلوقتي كده على قد الحجم اللي احنا هنعمله اهو بالشكل ده اهو كده. هجهز الصينيه بتاعتنا، هنقطع التانية اهي كده، وهنحطها بقى ونسيبها ترتاح دقيقة كمان كده ولا حاجة، ونفردها في الصينية اهو. دلوقتي يا جماعة بقى نفردها، بس طبعا مش هنفردها على في الصينية عشان هتبقى رخمة شوية معايا في الفرد، فانا هفردها هنا على الرخامة. انا طبعا غسلاها ومنضفاها كويس جدا. دلوقتي هفردها على الرخامة على طول ونحطها في الصينية. هرش يا جماعة رشة دقيق كده عشان افردها عليها. هجيب على طول العجين بتاعنا، هفردها كده حلو قوي، وبعدين نكمل بالنشاء.
هفضل افرد فيها كده اهو بايديا شويه، وبعدين على طول بالنشابه بالشكل ده لحد ما انا الاقي الحجم اللي انا عايزاه. على قد ما اقدر اخليها دايره كده. كده يا جماعه خلاص السمك بتاعها ده حلو قوي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا ده السمك بتاعها المظبوط اهو بالشكل ده. هجيب بقى الصينيه، شويه زيت كده صغيرين، ندهن بيهم الصينيه كلها. هرفعها بقى على طول كده في الصينيه اهو. كده العجينه بتاعتي على قد الصينيه بالظبط اهو. هجيب بقى شوكه واخرمها كده عشان ما تنفخش معايا زياده عن اللازم في الفرن اهو بالشكل ده. هجيب بقى الصلصه اهي، اجيب كمان معلقه، هجيب الخضار كده دي كده حطينا لها الصلصه، فلفل بقى، بالشكل ده، طماطم، وحتت من البصل كده ايه بسيطه للي حابب يعني. الزيتون، بالشكل ده كده. وهنجيب اللانشون نقطعه بقى ايه اي حتت كده، اي تقطيع يعني، مش شرط تقطيع معينه. اللانشون بقى كده امسكه كده بالطريقه دي اهو، بالشكل ده، وحتت بقى ايه كده بالطول اهو. اي تقطيعه كده يا جماعه عشوائي يعني ايه، بحيث بس ان احنا نقدر نوزعها على الصينيه بالشكل ده اهو. وعلى طول بقى كده على الصينيه. بالشكل ده كده ما شاء الله جميله قوي. مش شرط بقى ان احنا ايه يعني نحط لها لحمه ولا فراخ ولا سجق، الموجود عندنا هنشتغل بيه اهو. تمام. دلوقتي بقى احنا مش هنحط لها الجبنه دلوقتي، هنحطها كده في الفرن شويه بحيث بس ان هي تشد، عشان لو حطينا الجبنه دلوقتي هنلاقي الجبنه نشفت من فوق وهي هتبقى زي ما هي كده ايه مش هتبقى حلوه. تمام. فاحنا هنحطها دلوقتي تستوي نص سوا، وبعدين نطلعها بقى نديها الجبنه ونسيبها كمان 10 دقايق او 5 دقايق في الفرن. هروح الوقت احطها في الفرن ونرجع تاني. دلوقتي بقى دلوقتي كده يا جماعه خلاص حطينا ديكها في الفرن، ودلوقتي هنعمل واحده تانيه.
نفردها كده اهو بايدينا شويه، وبعدين نكمل بالمردنه او النشابه. كده يا جماعه فردتها انا بايديا شويه اهو. دلوقتي على طول هكمل بالنشابه. هقد الحجم اللي انا عايزاه اوصل له، اوقف بقى فردي فيها على كده. دلوقتي كده خلاص فردتها اهو. هجيب بقى الصينيه بتاعتنا بالشكل ده كده اهي، بقت متساويه وعلى قد الصينيه بالظبط. هجيب برضو الشوكه بالشكل ده. بالشوكه كده على طول عشان برضو ما تنفخش في الفرن. هجيب بقى الصلصه. بالشكل ده. دلوقتي كده خلاص فردت الصلصه عليها كلها اهي. احاول على قد ما اقدر لو في حاجه على الحواف زي كده بمنديل زي كده، اجيب منديل كده اهو واشيل. شايفين انتوا الحوافي من هنا كده ما اخليش عليها ايه صلصه عشان في الفرن ما تتحرقش. فعلى قد ما اقدر اي حاجه زي كده على الحوافي اهي، صلصه زي كده واضحه في التليفون اهي، بشيلها بالمنديل كده اهو بالشكل ده. ما اخليهاش كده على جوانب الصينيه عشان ما تحرقش معايا في الفرن. بس كده تمام. نجيب بقى الخضار. هات الزيتون برضو، شكرا. فلفل اهو. مفيش حد يا جماعه فينا ما بيحبش البيتزا، الكبار قبل الصغيرين بيحبوها. وكمان طماطم الشكل ده كده اهو، والبصل كل ده يدبل معانا في الفرن اهو. الزبيب، زبيب ايه بنصها، الزيتون اهو الشكل ده. ودلوقتي بقى على طول برضو هنحطها في الفرن. طب ايه رايكم نحط عليها كمان برضو لانشون؟ نحط عليها لانشون عشان فضل عندي هنا شويه. انا كنت ناوي اعملها بالجبن بس طالما فضل عندي هنا شويه لانشون حرام يعني احطهم عليها برضو بالمره اهو. اهو لو ما فضلش كنا عملناها بالجبنه كده بس والخضروات، بس طالما فضل لانشون بقى نحط لها اللانشون وخلاص اهو. كده شويه اللانشون اللي بقيوا حطيناها لها بالشكل ده. اروح برضو دلوقتي واحطها في الفرن قد ربع ساعه ولا 10 دقايق، وبعدين على طول هنطلعها ونجيبها ونحط عليها الجبن. دلوقتي بقى على طول هنعمل ايه بعد دي؟ هنعمل بقى الميني بيتزا بالخضار. دلوقتي بقى دي العجينه اللي احنا هنعملها ميني صغيره كده هنقطعها بالقطاعه يعني، هتبقى حاجات صغننه كده للاطفال. نفردها بقى بايدينا شويه وبعدين بالنشابه. دلوقتي كده فردتها بايديا اهو، هكمل بقى بالنشابه. دلوقتي كده خلاص فردتها اهو.
يلا بقى دلوقتي نشوف القطاعه اللي هنقطع بيها. دي شكل القطاعه، ولو عايزين اكبر من كده شويه عادي برضو، بس انا هستخدم القطاعه دي اهي كده. نقدر نقطعها بالشكل ده، ونقدر كمان نخليها بالشكل المشرشر ده اهو، بالشكل ده كده. تمام. انا هعمل شويه كده وشويه كده. دي بقى هتبقى صغيره كده على قد ايه الطفل ما هياخدها بيبقوا فرحانين بيها قوي الولاد، وكمان لو راحوا بيها المدرسه بتبقى جميله جدا. الحاجات دي بتبقى لازما موجوده في البيت. قلت نرجع بقى كده في فيديو كبير شويه، ويبقى فايده للجميع ان شاء الله يستفيدوا بيه اهو. هنرجع بقى نعين كل العجين الزياده ده ونسيبه يخمر تاني عشان يتقطع معانا ونشكله بسهوله اهو كده. كل العجين الزياده اللي انتوا شايفينه ده بنعجنه تاني اهو. كل ده كده بنعجنه تاني ونسيبه يخمر معانا اهو. تمام تمام. يلا نشوف ده بقى هنعمل فيه ايه. نتعب كده يوم بس هنرتاح بعديها بقى، تبقى قاعده بالك رايق. بالليل هنتعشى ايه؟ مش لازم، في حاجات زي كده بتسد اهو. احط شويه زيت الاول. دلوقتي كده الصينيه دهنتها زيت اهو. ابتدي بقى كده ارص عليها بالشكل ده. دلوقتي بقى على طول بالشوكه كده زي ما عملنا في الكبار، برضو بالشوكه هنا هنستخدم الشوكه معانا. ناخد واحده كمان هنا اهو بالشوكه بقى كده. شايفين؟ هتوفر علينا كتير يا جماعه الحاجات دي لما نعملها في البيت. جنب كوبايه شاي كده او نسكافيه او لبن، هتلاقي نفسك فطرتي او اتعشيتي. هتفطري ولادك وتعشيهم ويناموا مبسوطين يعني. اهو هنجيب بقى الصلصه هنا بقى كده. احط لهم الصلصه اهو، كل واحده عليها شويه من الصلصه كده اهو بالشكل ده. وهفردها عليها اهو كده. طبعا لو في حاجه زياده بشيلها كده بالراحه اهو. هنا طبعا دي كترت فهفردها كده وعين الزياده. هرجع بقى دلوقتي كده احط الخضار. دلوقتي انا هنا بقى قلبت الطماطم مع الفلفل والبصل اهو، واحط بقى في كل واحده شويه. والزيتون بالشكل ده. هوزع الزيتون عليها كلها بالطريقه دي كده. انا خلاص خلصتها اهو زي ما انتم شايفين. برضه هحطها تاخد بس شويه كده في الفرن 10 دقايق ولا حاجه، وبعدين نحط لها الجبنه بتاعتها
ما شاء الله عليها تحفه يا جماعه اهو. يلا على طول بقى هروح انا اكمل باقي العجين بنفس الطريقه دي كده زي ما انتم شايفين، ونرجع بقى تاني ان شاء الله مع بعض واحنا بنحط لهم الجبن بتاعتهم. دلوقتي كده يا جماعه زي ما انتم شايفين طلعنا اللي هي الميني بيتزا، لان هي دي ما بتاخدش وقت على طول في الفرن. هنحط لها طبعا الجبن بتاعتها. انا عايزه بس اوريكم السوا من تحت. بصوا شايفين الجنب اللي هو بيبقى من تحت دون بيبقى عامل ازاي، اللون بتاعه جميل جدا ومحنيه كده زي ما انتم شايفين اهو باللون الحلو ده. نحطها بقى دلوقتي كده ونحط لها الجبنه. انا هنا هستخدم فيها اللي هي الجبنه الميكس. تمام اهو. بالشكل ده كده. دلوقتي بقى انا كده هحطهم تحت الشوايه بس هياخدوا لون بقى جميل كده. الجبنه بس يا دوبك تسيح وتدي ايه بقى نقرشه بسيطه كده صفرة. تمام. واطلعها على طول ان شاء الله. دلوقتي يا جماعه خلاص انا طلعتها اهي من الفرن زي ما انتم شايفين كده استوت. بس طبعا ناقص ان احنا نحط لها الجبنه وتاخد اللون. بص بقى من تحت، بص اللون من تحت اهو شايفين لونها جميل جدا. دلوقتي بقى على طول كده هجيب الجبنه هنستخدم النهارده قلنا اللي هو الميكس، ميكس الجبن وكمان الجبنه الموتزاريلا اهو بالشكل ده. هجيب بقى جبنه موتزاريلا بالشكل ده كده. اهو يا جماعه ده شكلها اهو. هنحطها دلوقتي يا دوبك بس تاخد الشكل من فوق والجبنه تسيح اهو. الكبيره التانيه برضو هجيبها دلوقتي وهعملها بنفس الشكل ده. ايه رايكم بقى؟ دي كده جاهزه انها يا دوبك هتاخد لون بس كده من فوق بسيط والجبنه بتاعتها تسيح. دلوقتي يا جماعه دي الصينيه الكبيره برضو اللي احنا طلعناها اهي من الفرن. تمام. واللون برضو من تحت نفس ديكها بالظبط اهي شايفين ده اللون بتاعها. هنحط برضو الجبن اللي احنا حطيناها في الصينيه التانيه. كده حطينا الجبنه اللي هي الميكس الموتزاريلا بقى. نوزع الجبنه كده كويس بس عشان ايه ما تبقاش حته واخده وحته لا. هجيبك في الكاميرا وانت بتاكلي البيتزا على فكره، هجيبك فيها. انا بتسرق يا جماعه، في حد في الناحيه التانيه هنا بيسرقني في البيتزا الصغيره. هجيب لكم المنظر. اكشف اللي عملت كده دلوقتي. يلا من الله حليم الستار. شكلنا زي بعض. انا هخلص وهي تتنسف اصلا يعني مش هيسيبوها اهو يا جماعه كده. تمام. حطينا كده غرقناها جبن زي ما انتم شايفين اهو عشان احنا بنحبها كده بتبقى جبنتها حلوه اهي. ايه رايكم بقى؟ مفيش جمال بعد كده الحقيقه والله. لو جبناها من بره ما هتبقى ابدا لا بالنظافه ولا بالحلاوه ولا بالشكل اللي بيبقى طالع من ايدينا في البيت. هنروح دلوقتي نحطهم في الفرن الاتنين وبعد كده نتقابل ان شاء الله بقى في نهايه الفيديو. دلوقتي خلاص خلصنا البيتزا بتاعتنا زي ما انتم شايفين وده الشكل النهائي ليها اهي. تحفه يا جماعه زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله. وادي التانيه كمان اللي هي الوسط يا دوبك كده بس الجبنه ساحت عليها ورحنا مطلعينها على طول. وكمان اللي هي الميني بيتزا اهي قدامكم برضو. يلا بقى الوقت نقطع دي كده ونشوف اخبارها ايه. بسم الله.
بصوا العجينه طريه قوي ازاي. اهو مثلثات كده. شوفوا بقى لو هنجيب واحده كبيره زي كده من بره هنجيبها بكام. يعني النهارده الصغيره خالص بتجيبيها من بره شوفي بقد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال والحلاوه يا ولاد. شايفين شايفين. بصوا العجينه طريه قد ايه. بصوا مش حامله يا جماعه والله. شايفين الجبنه بتاعتها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. يلا نشوف حته تانية كده. انا بحب المنظر ده قوي الحقيقه يعني. بصوا ما اكلش منها بس اشوفوا المنظر بتاع الجبنه ده. هوريكم كمان العجينه هشه ازاي معايا. بصوا تعرفوا انها ناجحه ازاي. العجينه تبقى كده. شايفين الطراوه اللي في العجينه. بصوا الجبنه سايحه ونايحه زي ما بيقولوا. اللهم صل على النبي. بصوا بقى تعالوا شوفوا العجينه من جوه عامله ازاي. هشه يا جماعه. السمك بتاعها حلو قوي كده. انا مش بحبها تخينه قوي الحقيقه. اهي شايفين سنجيه خالص وطريه العجينه زي ما انتم شايفين. ايه رايكم بقى؟ ليه نجيبها من بره؟ نعملها في البيت احلى وانضف واطعم زي ما انتم شايفين كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده يا جماعه. والتانيه كمان اهي برضو اهي بالشكل ده هنقطعها تبقى زي كده بالظبط. احنا وريناكم الكبيره طبعا عشان الشكل بتاعها اللي انتم شايفينه، وقلنا برضو نوريكم العجينه من جوه يعني اخبارها ايه. يا رب الفيديو يا جماعه يكون عجبكم النهارده. ما تنسوناش بقى كده في لايك جميل عشان الفيديو كله يستفيد يا جماعه ويشوفوا. وما تنسوش الشير للفيديو برضو عشان يوصل حبايبنا كده وكلنا نستفيد. وسبسكرايب بقى جميل كده للقناه. اللي ما اشتركش معانا يشترك عشان الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله كلها جميله وحاجات على قد ايدينا زي ما قلنا كده. وهنوفر مع بعض ونعمل اكلات جميله موفره زي كده. عندنا لانشو بقى نعملها باللانشو، عندنا جبن وخضروات بس هنعملها بالجبن والخضروات مش شرط لحمه او فراخ. يا رب الفيديو يكون مفيد النهارده يا حبايبي. يلا بقى نتشجع كده ونقوم نملى البيت خير وبركه. الخبيث ده في البيت يا جماعه بيبقى كله خير وبركه بجد. حاجات كده بتدفينا وتدفي بيتنا بالخير ونحس كده بروايح زمان يا جماعه. فاكرين ايام الخبيز والخير؟ امهاتنا وستاتنا زمان كانوا دايما يعني يعتمدوا على حاجات البيت، ما كانوش بيجيبوا حاجه من بره. يا ريت نرجع للايام دي تاني يا جماعه، نعتمد برضو على حاجات البيت بكل حاجه بايدينا، ما نشتريش حاجه من بره خالص ومن الشارع بالذات الوقت ده والايام اللي احنا فيها دي. فالحمد لله على كل شيء. بشكركم تاني برضو وبشكر حبايبي اللي دخلوا سألوا عليا على الخاص. وبعتذر تاني على عدم وجودي في القناة وعلى عدم نزول الفيديوهات يا جماعة. بعتذر لكم تاني يا حبايبي وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان كمان داخل علينا خلاص ان شاء الله. احنا خلاص بقينا في رجب وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. وحابه اقول لكم حاجه كمان بقى حبايبي. طبعا الفيديو ده مش هيبقى وحده كده هينزل، لا الفيديو ده هيبقى نازل معاه تخزينات الخضار عشان رمضان، عشان برضو الايام اللي احنا فيها دي تنفعنا. انتوا عارفين طبعا طول ما في حاجات عندنا في البيت بنبقى يعني مش شايلين هم بقى ان احنا هنقوم نعمل كل شويه ونوضب، لا حاجات زي كده بنمسكها نخزن الخضار عندنا ونفرزه في الفريزر بيبقى موجود عندنا في اي وقت على طول بنقوم نعمله. ان شاء الله انتظرونا بقى هنعمل فيديو الخضار حبايبي. هو يبقى طويل شويه بس هيبقى فيديو حلو قوي ومفيد. يلا اشوف وشكم على خير واسيبكم في رعايه الله مع الف سلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى كده فيديو يدينا نشاط وطاقه وحيويه زي لون الخضار اللي احنا شايفينه بالظبط ده. قولوا بقى النهارده كده هنعمل ايه؟ هنفرز خضار في الفريزر. رحنا بقى النهارده السوق، خليت بنتي حبيبتي راحت اشتريت الخضار اللي انتوا شايفينه ده وجينا ووضبناه وقلنا بقى تشيله في الفريزر كده لرمضان وكمان للايام العاديه بتاعتنا. تمام. يلا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونخش على طول الفيديو بتاعنا الجميل ده ونشوف هنفرز الخضار بتاعنا ازاي. يلا بينا على طول نجيب الصينيه كده اللي هنقطع عليها
انا مش هقطع على بلانشه النهارده، هقطع على الصينيه عشان اقدر اتحكم كده في الخضروات اللي قدامي. هجيب كده الصينيه بتاعتي. هبدا اول حاجه بالسبانخ. هوسع كده وهناخد كده اول حاجه كده من السبانخ، هي اللي هنبدا بيها ونقطعها على طول. انا هنا جبت طبق فاضي عشان اشيل الجذور بتاع السبانخ دي كلها كده، عشان مش عايزاها يعني، طالما رفيعه كده وناشفه يبقى هنعينها. انما في بتبقى راس سبانخ بتبقى من هنا كده غليظه وطويله شويه، بناخد حته منها وبنسيب ايه بقيتها اللي هي تحت. تمام، بتبقى حته حلوه كده اخر الجذر من تحت، اخر الجذع بتاع السبانخ. فانا دي هشيلها خالص كده اهو، وهنضف كل الجذوع دي كده اهو اهو. ابتدي كده انضفها خالص عشان تبقى معانا كويسه كده في الشكل اهو. هاجي بقى على الصينيه كده وهبتدي اقطع زي ما انتم شايفين هنا. طبعا انا معايا القلقاس تمام، ومعايا الفاصوليا، ومعايا بسله بالجزر، ومعايا الكوسه. دي انواع الخضار اللي احنا هنفرزها النهارده. هاخد كده السبانخ اللي هي الرز بتاعتها من فوق كده اهو، اخدها 4/4 اهو. طالما كبيره كده باخدها 4/4، صغيره باخدها نصين اهو. تمام، واروح ماسكاها كده بقى وده كده شكل السبانخ. تمام، هنجيب شويه من الخضره عشان اقطعها معاكم برده، بعدين نكمل احنا بقى الباقي اهو. هاخد برده اللي هي الطراطيف بتاع الخضره دي هعينها خالص اهي، وابتدي عشان كده اخترت صينيه كبيره، مرضيش اخد البلانشه عشان مش هتكفي اهو. وهقطع الخضره حتت صغيره خالص كده. هنروح نكمل الباقي وهنقلبه كل كده على بعض، الخضره بالسبانخ اهي. هروح بقى اكمل البقله بتاع السبانخ ونرجع تاني. دلوقتي بقى خلاص قطعنا هنا السبانخ بالخضره بتاعتها زي ما انتم شايفين اهو، جاهزه كده على طول على التعبيه. تمام، وفي الناحيه التانيه هنا برضو قطعت القلقاس عشان ما اطولش الفيديو اكتر من اللازم، وكمان قطعت الكوسه هنا، ما خليتش بس اللي حبيتين هنقطعهم مع بعض. تمام، يلا بقى دلوقتي نعبي السبانخ. هجيب الاطباق الفل بتاعتنا اهي اللي هعبي فيها واحفظهم فيها في الفريزر. وهجيب طبعا الكيس اللي لازم نحفظها في الكيس قبل الطبق الفل، لان ما ينفعش نحط اي خضار في الطبق الفل هنا على طول عشان ده غلط. ما ينفعش ده يتلامس مع الاكل ويقعد في الفريزر كده، غلط، هيطلع ماده مش حلوه ويتفاعل مع الاكل. فلازم ايه نحط الكيس بتاعنا ده، لازم نحط الكيس بتاعنا ده عشان يبقى كويس كده في الحفظ. هناخد بقى كده من السبانخ اهو الكميه بقى اللي احنا بنحتاجها للطبيخ اهو بالشكل ده كده. في كمان الطبق اللي هي اكبر من كده اللي بيشيل كيلو، فانت على حسب كميه الطبيخ عندك اللي بتحتاجيها في البيت كده. ده طبق اهو، هنعبي طبق كمان كده، عبينا طبق وده التاني اهو، كيس برضو، والسبانخ على طول بعد ما نحط الكيس بالشكل ده كده. طبعا احنا جنبينا هنا البلاستيك ريب اللي احنا بنلف بيه الطباق، او البلاستيك فيل على حسب ما بتسموه اهو. دلوقتي كده هبتدي على طول اكيس السبانخ.
دي طبعا البكره بتاعتنا اهي اللي احنا بنلف منها، او اي بلاستيك ريب موجود عندنا كده اهو. وهفردها هنا على الرخامه بالشكل ده. هجيب الطبق بقى على طول اهو، واحطه كده وهبتدي على طول الف عليه البلاستيك بالشكل ده كده من الجوانب. اهم حاجه ان احنا الهواء مش عايزينه يدخل خالص للخضار بتاعنا، فمن الجوانب كده ومن كل الجهات نبتدي نلف عليه البلاستيك اهو. ناخدها على طول لفه كمان بالشكل ده اهو. هقطع بقى كده على طول بالسكينه بالشكل ده اهو، وهتبقى بالشكل الجميل ده معانا. هكيس انا الباقيين بقى وارجع واوريكم الشكل النهائي للتغليف. دلوقتي كده خلاص السبانخ عبيتها اهي وكيستها بالشكل ده كده وغلفتها اهو. نبتدي بقى الوقت كده على طول على القلقاس. برضو نفس الحكايه اللي عملنا بيها السبانخ، نفس التغليف هنغلف بيه برضو القلقاس اهو. هعبي انا كل الطباق قدامكم دلوقتي، والتغليف بقى هغلفه مع نفسي اهو. بالشكل ده كده. نجيب طبق كمان ده كده طبق، وادي الطبق التاني اهو. بالشكل ده كده خلاص كده القلقاس خلصناه اهو. هنجيب البسله نفس الحكايه برضو وزي ما قلنا الكميه على حسب ما احنا عايزين، اكتر اقل. يعني الاطباق اللي هتجيبيها في النص اللي زي كده وفي الكيلو اهو. ادي كده طبق كمان. هعبي انا بقى باقي الحاجات الخضروات، وهعبي كمان الفاصوليا والكوسه، ونرجع بعد كده ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي كده خلاص عبينا البسله اهو زي ما انتم شايفين. نيجي بقى هنا للفاصوليا. انا طبعا هنا مقطعاها اقلام زي ما انتم شايفين كده، زي شبه المكرونه القلم. تمام. بنقطعها ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. باخد السكينه بزاويه كده وبقطعها بالشكل ده اهو. بصوا بتديني الشكل ده بعد كده اهي. شكلها جميل جدا، وبتبقى طبعا شكلها شياكه كده في الطبق وانت بتقدميها اهو بالشكل ده. وبقطعها كلها بالطريقه دي. طيب هنركن دي كده على جنب، ونشوف برضو الكوسه قطعناها ازاي عشان هنعبيهم كلهم مع بعض. تمام. الكوسه هنا كانت كبيره شويه عن الحبوب دي، فانا قطعتها ايه نظام اتنين كده، ورحت واخداها ايه اتنين كمان. فدي انا عشان صغيره هقطعها نصاص اهي. دي عشان كبيره خدتها كده النصين دي، رحت واخداها كمان ايه ربعين كده. تمام. فدي عشان كبيره هقطعها كده اهي بالشكل ده اهو.
كده تمام قوي. هنعبيهم بقى. دلوقتي بقى هنعبي الكوسه اهي. وبنفس الحكايه الفاصوليا. اهو بالشكل ده كده. هروح بقى انا على طول اغلف كل اللي انا عبيته ده ونرجع ننهي الفيديو مع بعض. وكده خلاص عبينا الطبقه بتاعتنا وغلفناها زي ما انتم شايفين، وده الشكل النهائي للفيديو. يا رب يكون عجبكم النهارده. ونرمي الكسل كده بقى ونقوم على طول نعمل شويه حاجات حلوين كده نحطهم في الفريزر هينفعونا طول الوقت. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه عشان ان شاء الله يوصلكم منا كل جديد. مع الف سلامه واشوفكم على خير، واسيبكم في رعايه الله.